اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض كوكيز الافران. بصوا الجمال والحلاوه، تسويه مظبوطه ومقادير مظبوطه. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه ومكونات مفيش ابسط من كده. يلا بينا. المكونات بتاعتنا حبايبي عباره عن حبايه بيض، كوبايه ونص من الدقيق ومعاها رشه ملح، نص كوبايه من السكر البودر، فانيليا، بيكنج باودر، وكمان معايا نص كوبايه سمنه. الكوبايه اللي معايره بيها السمنه هي اللي معايره بيها السكر والدقيق. في بوله وهنزل بنص كوبايه السمنه، نكب بس كده السمنه كويس، علشان طبعا ايه، لو سيبنا السمنه كتير في الكوبايه هتاثر على المقادير وهيطلع ناشف. بعد كده هنزل بكوبايه نص كوبايه السكر. يبقى كده معانا نص كوبايه سمنه ونص كوبايه سكر. هقلب بس كده علشان السكر ما يطرش لما اشغل المضرب. وابتدي اشغل المضرب ونضربهم كويس جدا من 5 ل7 دقايق. وطبعا اضرب شويه وافصل والم الجوانب ديت عشان ما يبقاش فيه قرقشه. بعد ما ضربتهم كويس هنزل بقى بالبيضه، وهنزل بمعلقه من الفانيليا، فانيليا سايله او لو عندك بودر عادي، اي فانيليا موجوده عندك. وهضرب الخليط لمده دقيقه او دقيقه ونص. الطريقه دي مظبوطه وهتعجبك جدا. احنا هنا حبايبي ضربناهم من دقيقة لدقيقة ونص، وده الشكل النهائي بتاعهم. بصوا القوام، لما بمعلقة خشب او اسباتيولا وترفعي كده الخليط وينزل كده كتلة واحدة، يبقى ده كده مظبوط معانا. هنا رشة الملح، هنزل برشة الملح على الدقيق، كوباية ونص دقيق، وكمان معلقة صغيرة بيكنج باودر. مكونات مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، والموضوع كله مش هياخد منك يعني ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير قوي. هقلب هنا كده البيكنج باودر مع الملح مع الدقيق، وهنزل بنص كمية الدقيق على الخليط وهقلب. وبعد ما اقلب كويس هنزل بكمية الدقيق التانية، وهقلب بقى كويس كده لغاية ايه، زي ما احنا شايفين كده، ما يبقاش فيه دقيق خالص. ونلم كده الجوانب بتوعة الطبق. بصوا العجينة جميلة معانا ازاي. بعد ما خلصت هقسم العجينة كده على 2، وهقولك دلوقتي هقسمها ليه على 2. في بولة وهنزل بنص الكمية التانية، وادي معانا كده ايه، جزئين قسمناهم لجزئين. جزء بقى هعمله بالشوكولاتة. انا هنا معايا معلقة كبيرة، معلقة الاكل، ملياها كاكاو خام، والناحية التانية معلقة دقيق، نفس المعلقة معايرة بيها معلقة كاكاو ومعلقة دقيق. هنا الجزء الاول ده هنزل بمعلقة الكاكاو، كاكاو خام اسباني بيبقى طعمه حلو جدا في الحلويات. هنخله كويس. لو في حبيبات كده ايه، بعملها كده بايديا او بمعلقة وبكمل نخل الكاكاو، دول طبعا منخولين. والناحية التانية هنزل بمعلقة الدقيق وبرده نخلاها. هبتدي بقى اقلب ايه الكوكيز الابيض الاول، عشان طبعا ما ينفعش ان انا اقلب كوكيز الشوكولاتة وارجع ايه اقلب الكوكيز الابيض. انا هنا العجينة كده جاهزة وتمام معايا بعد ما قلبتها. وهعجن كمان معلقة الشوكولاتة اللي هي الكاكاو الخام، وادي كوكيز الشوكولاتة معانا. العجينة جميلة اهيت وزي الفل.
هولع بقى الفرن على درجة حرارة 180 او 190 حسب الفرن بتاعك. انا هنا معايا شيبس الشوكولاتة او اي نوع شوكولاتة عندك. هبتدي اعمل قطع كده صغيرة وادورها، نعملها كورة صغيرة كده وهنزل بيها في الشوكولاتة، وبعد كده اسويها واضغط عليها علشان الشوكولاتة ما تقعش منها. ده شكلها. هعمل واحدة تانية ونحاول نعمل كل قطعة قد التانية عشان يبقى شكل واحد ومقاس واحد. هضغط كده عليها في الشوكولاتة وابتدي كده ايه اظبط الشوكولاتة عليها علشان ما تقعش. بصوا الجمال والحلاوة. نعمل بقى الكوكيز الشوكولاتة نفس مقاس القطعة اللي خدتها. هاخد الشوكولاتة برضو وهدورها وانزل بيها في الشوكولاتة الشيبس. وادي حبايبي زي ما احنا شايفين كده الشكل جميل في الصينية، يعني بصراحة عايز يتاكل ني. اخلص بقى كده الكمية وارجع لكم. دي كده حبايبي الكمية اللي انا عملتها، وباقي حتة لسه العجينة ديت هحطها طبعا في صينية تانية. انا هنا دخلت الفرن قعد حوالي من 10 ل 12 دقيقة وحسب الفرن بتاعك، ودي النتيجة بتاعته. طبعا هو لسه سخن. بصوا يا جماعة زي الفل. طبعا انت هتمسكيه تلاقيه طري شوية في ايديكي، هينشف لما يبرد. يبرد بقى ونقدمه في طبق التقديم. بصوا حبايبي ريحة جميلة وشكل خطير زي ما احنا شايفين. وكل ده مش هيكمل معاكي صدقيني نص ساعة. وادي الكوكيز بتاعنا، ودي الكمية اللي احنا طلعناها من المكونات البسيطة اللي عندنا. يا رب وصفة الكوكيز تكون عجبتكم، واشوفكم على ألف خير.